بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم احبتي الكرام، فيديو جديد ان شاء الله نقدم لكم فيه شباكيه بمكونات جديده ان شاء الله تعجبكم. كتجي هشيشه وكتجي طايبه واخده الطيب ديالها في الداخل وشاربه العسل. تبعوا معايا طريقه التحضير والمقادير، تفرجوا في الفيديو حتى الاخير وتشوفوا جميع الاسرار ديالها بطريقه جدا مبسطه. بسم الله على بركة الله. غادي نقدم لكم المقادير. انا درت الكاس عامر ديال زيت العود، هنا زيت المائده، هنا كاس ماء الزهر حطيت فيه ضمه ديال بنه ديال الزعفران وكاس ديال الزبده ونص كاس ديال الخل وخميره ديال الحلويات، شويه ديال المسكه مدقوقه وقبصه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال القرفه، معلقه ديال النافع، معلقه ديال حبه حلاوه، كاس معمرش ديال اللوز مطحون، وكيلو ديال الدقيق، والكاس ديال الزنجلان. بالنسبه للنواشف غادي ناخذ الدقيق مع اللوز والقرفه، ومهم هاد النواشف كاملين غادي نغربلهم. هنا خديت الزنجلان بعد ما صهدته شي شويه، غير يتصهد ما تحمروش لانه غادي ياخذ الطياب ديالو في القلي ديال الشباكيه. صافي كنغربلو. هنا خديت الغربال الثاني، غربلت فيه حبه حلاوه والنافع والقرفه وكذلك اللوز. كنغربلو جميع المواد. عندنا مسكه وشويه ديال الملحه. صافي كنخلطهم كاملين وكنزيدو عليهم الدقيق. ملاحظه بالنسبه للدقيق، كاين دقيق اللي كيشرب وكاين دقيق اللي ما كيشربش. الا لاحظتوا انه العجينه ديالكم قاصحه، جمعوها بالماء، ماشي مشكل ضروري يعني نزيدوا فيها الماء الا كانت قاصحه. وملاحظه ثانيه بالنسبه للبنات اللي اول مره غادي يديروا الشباكيه او يعني وقع لهم خطا، العجينه كتفرتت ليهم، اش غادي يديروا؟ غادي يزيدوا الدقيق ويزيدوا مع شويه د الماء، لانه هاد الحاله يا اما العبار ما مقادش، يا اما اللوز كثرتوا اللوز او الزنجلان، يا اما ما مغربلينش. المهم في هاد الحاله فاش كتلقاي العجينه كتفرتت ما بغاش تجمع ليك، هنا غادي ترديها الاناء اللي عجنتيها فيها وغتزيدي ليها الدقيق، وغتزيد ما تزيديش بزاف، تقريبا كاس عنبه ديال الدقيق، غتزيدي ليها كاس العنبه وغتزيدي ليها شويه ديال الماء عندك ميزان. كل عجينه ديال الشباكيه اكيد راه خصها تكون قاصحه ماشي رطبه، ما تكونش رطبه وما تكونش قاصحه مزيان. المهم العجينه ديال الشباكيه راه معروفه كتكون قاصحه باش نتحكموا فيها الا كندلكوها ولا كنشبكوها. هذا هو المعنى ديال العجينه ديال الشباكيه تكون قاصحه. صافي هنا من بعد ما حطيت جميع المقادير ديالي، هنا بديت شفتوا العجينه كيفاش جاتني هنا قاصحه، راه زدت عليها شويه د الماء، جمعتها مازال زدت عليها واحد نص كاس ديال الماء. صافي هنا كنبقى ندلك فيها. صافي هنا من بعد ما دلكتها حطيتها في البلاستيك واحد ساعه، انا خليتها ساعه تقريبا، يمكن لكم تخليوها اقل او اكثر. المهم العجينه قد ما كتكون مدلوكه وعجنتيها مزيان وخليتها ترتاح كتجي مزيانه. صافي من بعد ما ارتاحت ليا عملتها على هذا الشكل وحطيتها في بابي الومنيوم، بابي سلوفان.
صافي حطيتها وحتى ارتحت وعاود رديتها، خدمتها على هذه الطريقه هذه اللي كتشوفوها قدامكم احبتي الكرام. كنقر ندلك فيها، عفوا كندلك فيها مزيان على هذه الطريقه، وكنقطعها على هاد جوج اشرطه، وحده خبيته في البلاستيك وهنا، او هذا غادي نخدم به. هنا خديت الماكينه ديال التدلاك درتها على 4، ما عرفتش كل واحد على حساب الماكينه اللي عنده. انا هاد 4 مفتوحه شي شويه، كندوزها في هذه اللي محلوله شي شويه، عاد كندوزها في الرقيقه. الرقيقه عندي هنايا هي 5.5 او 6، المهم 5.5 او 6. صافي هنا بعد ما قطعت دلكتها في الماكينه، دوزت عليها هذيك اللي كتقطع صراحه. هذه زوينه، كتخلي العجينه ديال الشباكيه كتعطيك نفس المقاس نفس العبار. واحد الحاجه اللي فيها يعني ما كتقطعش 100%، ولكن ما فيها بس نعاودو نقطعو بالقطاعه ديال الشباكيه. هنا اخواتاتي كنحاول نبين لكم الطريقه ديال التشباك. انا هذه التشباك باش كنشبك طريقه سهله. انا درت معكم لعبه يعني الاولى وهذه الثانيه. انا احبتي الكرام غادي نختم القطعه الثانيه بهذه الطريقه. الاولى خدمتها كامله بالطول، دلكتها كامله. هذه قطعتها على 3 القطع، يعني لكم الاختيار تختاروا الطريقه اللي كتناسبكم واللي كترتاحوا فيها، يمكن لكم تدلكوا بها. صافي من بعد ما دلكتها كنقسمها على 2 اشرطه، واحد كنحتفظ به والثاني كندوزو في رقم 4، يعني البلاصه الواسعه شي شويه، وكنعاود يعني ندوزو في البلاصه الرقيقه. صافي بعد ما كنخرجو كنبدا في تقطيع والتشباك. هادو الاشرطه اللي دوزتهم كاملين خليتهم على هاد الطريقه، كنطراسيهم بهاد يعني الاله عمليه جدا، كتخلي الشكل ديال الشباكيه شكل واحد. هنا كنعاود نقطع حيت هي ما كتقطعش كيف قلت لكم مزيان. الاماكن اللي كتبان ليا فيها ما قطعتهمش مزيان كنعاود نطراسيهم يعني بالقطاعه العاديه. صافي هنا احبتي الكرام ها هما بعد ما قطعتهم. انا غادي نحاول نخدم معكم الطريقه ديال التشباك، طريقه جدا سهله. حاولوا فقط يعني تبقاو تعاودوا الفيديو مره وجوج. بالنسبه للبنات المبتدئات طبعا اللي اول مره كيصاوبوا الشباكيه، هنا غادي نخدم معكم واحد الطريقه الثانيه بالنسبه للاشرطه اللي كيشيطوا في الجناب. الا مثلا ما بغيتوش تجمعوهم تقدروا تعملوا هذه الطريقه يعني بسيطه. كنخدموها على هذه الطريقه بالصبعان فقط، وكتعطينا كذلك شكل تشباك من نوع اخر.
بهذه الطريقة. هذه فكرة فقط بغيت نشاركها معكم اخواتاتي، نتمنى ان شاء الله تعجبكم، تبقاو يعني تعملوها في دوك الاشرطه اللي كيشيطوا في الجناب. هنا بعد ما ساليت من الشباك ديال الشباكيه درت زيت على نار في المقله. هنا جربتها صافي، هنا بدات ليا سخونه، غادي نقص عليها على تحت المتوسط على نار مهيله، وكنعمل فيها الشباكيه. بالنسبه الشباكيه بالنسبه للزيت عفوا في المقله كثروا شويه الزيت في المقله، لانه الا كانت الزيت قليله الشباكيه كتوصل للقاع ديال المقله وكتبدا كتحرق. اذا يعني الافضل تكون الزيت كثيره، يعني حتى كتبقى تعوم فيها الشباكيه. هنا ما غاديش تحرق ان شاء الله، غادي تكون يعني غتاخد الطياب ديالها مزيان. انا عملت هذه الطريقه، عملتها في البلاطو، جمعتها حيت انه الشباكيه هنا عندي ناشفه، يعني ما غاديش تخسر ليا في الشكل ديالها ما والو. عملتها وخويتها بمره واحده بهذه الطريقه، كتقاد في الطياب ديالها، بعكس فاش كنديروا وحده 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 هكا كتجي كطيب الاولى والثانيه، باقي ما حطيت باقي ديال الشباكيه اللي عندي. من الاحسن ديروا هذه الطريقه الا كانت الشباكيه ناشفه، لان الشكل تحافظ على الشكل ديالها. وكنبقاو نراقبوها وكنبقاو نحركوا فيها، لانه هي دغيا كتحرق، يعني ضروري نوقفوا عندها ونبقاو نحركوها حتى كتاخد اللون اللي بغينا. من الاحسن ما نخليوهاش يعني تحمر مزيان، لانه عندنا العسل كيزيد ليها في اللون ديالها، خصوصا الا كان العسل احمر في هذا اللون اللي عندي انا. صافي من بعد ما خديتها من الزيت قطرتها ودرتها مباشرة وهي سخونة في العسل. كنحاولوا نشربوا ليها العسل مزيان، نحركوها حتى كتشرب العسل مزيان. صافي وكنهزوها تسقطر في شي اناء او شبكه او الكسكاس، المهم تسقطر. صافي احبتي الكرام، هنا الشباكيه ديالي بعد ما طيبتها وخليتها حتى سقطرت مزيان من العسل، حطيتها في الطبسيل ورشيت عليها الزنجلان. وصلنا لنهاية الفيديو احبتي الكرام، نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتعملوا. اللي بغات وناويه تعمل هاد الشباكيه ديرها بالطريقه اللي وريتكم، وداكشي اللي قلت بالتفصيل وكاع المعلومات اللي كاينين طبقوهم ان شاء الله تنجح لكم باذن الله. وما تنساونيش باللايكات ديالكم احبتي الكرام. ها هي الشباكيه ديالي خدات الطياب ديالها في الداخل مزيان، طيبه ومعلكه. شكرا لكم على حسن المتابعه، والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.